ايه يا جدعان؟ طيب ايه اللي حصل؟ ايه الدوشة دي؟ انا صاحي من النوم لقيت اوروبا كلها نط على بعض، يعني هم 8 كراسي دغدغوا على بعض البار عشان اللي يتأهل واللي ما يتأهلش. هو اليوم غريب، انا نازل المستشفى مطبق، رجعت نمت ساعة، فتحت ماتش الزمالك لقيت ادم كايد عامل واحدة بكعب ابراهيموفيتش، قسما بالله لو كانت دخلت الفيفا كانت هتفك لنا القيد، هتقول لنا خلاص العشر قضايا انا مش عايز، انت الجون ده عجبني خلاص يا 10 قضايا اعتبرهم في الزبالة، انا فكيت لك القيد. والنهارده بالليل ايه اللي بيحصل في الماتشات ده؟ انا مش فاهم. مبدئيا يا جدعان، هو ريال مدريد اصلا قبل الجاله دي كان معاه 15 نقطه وقاعد فوق، قاعد عامل كده مع الرجاله اللي فوق بقى. ارسنال وبايرن ميونخ منزلين ستيك وسايد سوتيه ومكرونه بينا وايت صوص والدنيا مفيش اي حاجه، فجاه لقيته تحت خسر. كان معدي صافي لبس ملحق في الدقيقه 90، لبسه مين؟ من بنفيكا مع مورينيو. مورينيو ده خلص من بدري، لا رجع على قفاهم النهارده. انا اصلا بعد ما الماتش ما خلص فانا مستني مؤتمر الصحفي بتاع مورينيو، ليه مورينيو طول عمره عنده مشكله، احوال تعبان 5%. كان يخلص الماتشات، مثلا مره خرج من دوري الابطال كان بيدرب مانشستر يونايتد، خرج من اشبيليا طلع في مؤتمر قال لك دي لعيبه عالم ما فيهاش رجاله وكلهم مدمنين شاب وايس وبياخدوا سيبراليكس عشان يناموا، وفي 8 لعيبه من اشبيليا لو عندي في نادي انزلهم اساسيين على شويه العرم اللي عندي دول، ومانشستر يونايتد ده فرقه عويله ومش هيشوفوا بطوله تانية بعد. هو ده فانا مستنيه يتكلم النهارده. فبقول لاخويا بعد الماتش، هو فين يا اسطى المؤتمر بتاع ماتش بنفيكا وريال مدريد؟ قال لي مؤتمر. هو مورينيو لسه هيتكلم يقول يا ما هو قال يا ابني اربعه يا ابني، لا واللي يجيب الجون بتاع بنفيكا حارس المرمى في اخر دقيقه. ريال مدريد بعد ما كان رابع ولا مش عارف كام بقى نزل بقى تاسع. جنان. هو اربيلو ده يا جماعه فاهم كل اللي حصل. هو لعيبه ريال مدريد زمزقوا طلعوا البريز كسروا المكتب قالوا له الونزو ده يمشي هنجيب لك كرشه تحت. قام جايب لهم اربيلو، اربيلو دخل اوضه اللبس قال لهم عادي يا جماعه مفيش حاجه، الونزو ده تعبان واحنا وديناه يتعالج وهو عنده مشاكل، كاساتكم مزيكتكم نسوانكم يا جدعان مفيش اي حاجه اللي انتوا عايزينه يعني. فبيقولوا له ماشي يا كابتن تمام احنا مش على حاجه يا كابتن، بس هو كان شادد علينا شويه. قال له يا عم مفيش حاجه بقى خلاص. فبيقولوا له يا كابتن اربيلو طب التمرين بكره الساعه كام؟ قال لهم عادي يا جدعان بشوقكم، انا بشوف ان الرجاله هنا بتنام متاخر فعادي 4 العصر التستوستيرون بتاعك في السماء، هتصحى هتفطر وتاكل لقمه حلوه وحديده نظيفه وهنتمرن وخلاص فكوكوا يعني. ما هي كده كده في الاول وفي الاخر احنا اخوات يعني يا جماعه، بتمشي بالحب. لكن مورينيو حاجه تانية. بنفيكا كان بره واخر دقيقه وعايز جون جابه، وريال مدريد عايز جون ويتاهل، مورينيو عملها. احنا الوسط الرياضي في العالم خسر مورينيو يا جماعه، سيبك من الكوره، خسر التصريحات والكاريزما والشخصيه، شويه النرجسيه بقى والتصريحات الجميله والانا العليا دي، بس هو النهارده كان محترم. يوم عجيب في فرقه اسمها بودو جليمنت، انا ما اعرفش دي منين اصلا، ايه بودو جليمنت دي؟ ما دي من مدينتي تقريبا، القاهره الجديده هنا جنبينا. عماله تخسر من ريد ستار بلجراد وتخسر من جالاتا سراي وخسرانه من محله مرحوم وجولدي وعمالين يهبلوا. جم في الاخر ليه نخسر؟ ليه نخرج؟ طب ما ممكن نتاهل. ايه يا جدعان في ايه يعني؟ قال له انت جاي تفتكر دلوقتي انك عايز تلعب؟ انا مش عارف ايه بودو جليمنت ده برضه، حد يفهمني دول منين. فبيقولوا انت جاي تفتكر دلوقتي انت عندك سيميوني اتلتيكو مدريد وعندك جوارديولا مانشستر سيتي، لازم تكسب الفرقتين. قال لهم طب ما فيها يا جدعان يعني كله قشطه، سيتي واتلتيكو مدريد كلها من اللي بيتاكل يعني. قامت كسبانه اتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي وتاهلت. في هبل. وايه اللي باريس سان جيرمان ونيوكاسل عملوه في بعض ده؟ هي ما تمشيش كده، انتوا الاثنين اصلا كنتوا متاهلين في اول 8، فتحوا على بعض سيوف وقعدوا يعوروا في بعض ونكت وتخريط وبتاع، في الاخر خدوا بعض وطلعوا بره هما الاثنين. لا وفجاه انت قاعد كده مش فاهم حاجه، لقيت لك سبورتنج لشبونه فوق وبتاهل. طب ده جه منين؟ ما تفهمش سبورتنج ده جه منين. انا فاكره مش في البطوله اصلا. انا اللي كان شاغلني في العركه الدايره دي كلها برشلونه هيعمل ايه عادي. انا عارف صحيت من النوم برشلونه يا اخوانا لابس جون من كوبنهاجن، فما ما فهمتش. طيب ليه؟ انا في بص اقول لك، هو هانز فليك ده انا عارف الدماغ عليه. هانز فليك قال لك اليوم عادي، قلبه وقوم هنقوم من النوم هنمسك كوبنهاجن ده قفاين على شلوتين هيطلع بره. طب ليه احنا يا باشا ننزل الشوط الاول نديهم جون؟ طب ليه يا كابتن نتسلى يا جدعان؟ احنا بنلعبها للشهره والقعده الحلوه والناس اللي جت دي كلها ما تمشيش يا عم من غير شويه ادرينالين وسسبنس. اديله جون وهنقعد الشوط الاول نتسلى، الشوط الثاني بوم طخ نرميهم في السله هي دي الدماغ. نزل برشلونه الشوط الثاني مسك كوبنهاجن كسر الملعب على دماغه، قام جايب 4 تجوان هي دي الدماغ بتاعت هانز فليك. يوم عجيب يا جدعان ابن مجانين. وبعدين انا زعلت قوي على ديزيربي مع مارسيليا. الراجل ده كنت لسه والله من فتره قاعد بسمع له محاضره عمال يقول لك التريجرز والكيوز والرجل الحر. حر ايه وعبد ايه يا اسطى؟ ده انت راحت فين السبوره يا نجم العالم؟ ده انت فين الشكرانيه؟ طيب اللي كانت اخر ماتشين 3-0 في 3-0 طلعت بره البطوله. طب وليفربول اللي كسبك 3 قلنا مش مشكله، مش مشكله يا عم، وراجل من عواجيز القاره وليه احترامه ونقف له. لكن ايه اللي عمل كلاب بروج؟ ايه يا اسطى اللي عمله فيك ده؟
ضربوكوا علقه موت، ده انتوا ما شفتوش حاجه، ما شفتوش حاجه، ده انت خارج من الملعب يا دوب معاك الطاره والاربع جنود عشان تعرف تروح، فكولك العربيه كلها ما سابولكش حاجه، في ايه اللي حصل لك يا نجم؟ بجد بجد يا جدعان، هو يوم تاريخي قسما بالله. يوم ده كورتوا دخل فيهم الجون في الاخر، والله كان قاعد بيضحك، مش عادي، صباح الفل يضحك، اليوم حلو، اليوم حلو يضحك عادي صباح الفل. وعلى فكره سيناريوهات الكوره هتوقع بنفيكا وريال مدريد مع بعض تاني في الملحق اللي هيلعبوه ده، هي 50 50 بس يلعبوا مع بعض تاني. اللي عمل نظام دوري ابطال اوروبا يبقوا مجموعه واحده ده مش سالك، مش سالك، وكان وبيمد ايده في صندوق الزكاه وبيسرق الزكاه من صندوق الجامع. انا بقول لك والله العظيم نظام ملوش حل.